بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة حبايب قلبي، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه النهاردة من وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية إن شاء الله ومغذية، ما تنسوش تهدوني من إيديكم بأحلى لايك وأحلى اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري وبسيط من مطبخنا البسيط المتواضع، مطبخ الست بسيطة وبنوتتها. يومكم كله ونهاركم مليان بالسعادة وبرضا من عند رب العالمين. قولوا أمين. يلا بينا على طول نقول وصفتنا السهلة البسيطة الاقتصادية. ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل اكله ان شاء الله يا رب كده تكون حلوه، اكله الدلع بقى كده، ما تكون عايزه تدلعي عيالك باكله حلوه كده اهو، وتحط لهم الخضار جوه الاكله حلوه جميله مغذيه. ايه بقى يا ست بسيطه؟ انا عندي مكرونه سلقتها ايا ما يكون نوع المكرونه، مكرونه قلم، مكرونه مقصوصه، مكرونه صغيره، ايا ما يكون. انا عندي مكرونه اسباجيتي سلقتها، عندي عصير طماطم، عندي وحدتين سجق على وحدتين سوسيس قطعتهم دوائر زي ما انتم شايفين، عندي جزرايه متوسطه قطعتها شرايح، عندي حبتين من الكوسه قطعتهم برضو شرايح، عندي حبتين فلفل الوان كده قطعتهم شرايح، عندي بصلايه كبيره قطعتها شرايح، عندي الملح المتبهر، عندي دقه توم حلوه لا ازيد ولا اقل. اكلتنا قلنا النهارده اكله الروقان واكله الدلع واكله اقتصاديه ان شاء الله وموفره، واكله كده كلها تاخد العين قبل البق، تفرحي بقى عيالك خصوصا لو عندك عيال صغيرين كده عايزين اكله كده اهو فيها حاجات كده تاخد العين كله قبل البق. يلا بينا على طول نعمل اكلتنا السهله البسيطه. انا جبت طاسه حطيت فيها شويه زيت وحته سمنه عشان نطعم اكلتنا. اول ما السمنه والزيت يقدحوا كده مع بعض اقوم نازله بالبصل بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، واقوم مقلباه. البصل يدبل اقوم نازله بالفلفل كده واقوم برضو مقلبه بسم الله الرحمن الرحيم. بقى بدقه الثوم بسم الله الرحمن الرحيم واقوم مقلبه كده. ريحه الثوم تطلع هنزل بقى بالكوسه والجزر بسم الله الرحمن الرحيم واقوم مقلباهم مع بعض. اقلب كده واخلي الخضار ياخد بيدي مع الثوم ومع البصل، ياخد كده اهو من ريحه بعضه. شوفوا يا ولاد الريحه والجمال، الله اكبر على الريحه ما شاء الله، وعلى الالوان الجميله اللي تاخد العين قبل البق ما شاء الله. مجرد كده دقيقه او دقيقتين اقلب الخضار ويتشوح مع بعضه، اقوم نازله بعصير الطماطم بسم الله الرحمن الرحيم اهو، واقوم مقلبه واقوم نازله بشويه الملح المتبهرين الحلوين اهو لا ازيد ولا اقل بسم الله الرحمن الرحيم. واسيب بقى عصير الطماطم والخضار يتسبك كده ويبقى حلو. وبعدها اقول لكم هنعمل ايه بعد ما القوطه تسبكي زي ما انتم ما شايفين وخضارنا كده استوى. انزل بقى بالسجق والسوسيس بسم الله الرحمن الرحيم واقلبه. السجق والسوسيس اللي انا حطيتهم دول مش هياخدوا قيمه دقيقتين 3 كده اهو، لان ما بياخدوش وقت في السوى. اقلبهم كده قيمه دقيقتين 3 واقوم نازله بالمكرونه. وخلي بالك يا حبيبه قلبي لو ما عندكيش اي لحوم مش مهم، ما تقوليش لا انا لازم اعملها، لا ما عندكيش الخضار والفلفل وكل الليله الحلوه دي برضه هيبقوا طعمهم حلو جميل وهيبقوا مغذيين. زي ما قلت لكم بقى دقيقتين 3 كده اقلب فيهم واسيبهم لما يستووا. بقى دلوقتي بالمكرونه بسم الله الرحمن الرحيم انزل كده واحده واحده بسم الله واقوم مقلبه. يا ولاد بعد ما قلبنا بسم الله ما شاء الله على الجمال وعلى الحلاوه الله اكبر. يلا بينا بقى نغرف احلى اكله دلع بتدلعي بيها عيلتك. دي اكله يا حبايب قلب الروقان والمزاج والدلع اللي هتبسطي بيها عيلتك وتبسطي بيها عيالك وتدخلي فيها الخضار اللي عيالك ما بياكلوهوش، مش هيحسوا ابدا بالخضار اللي هم ما بياكلوش ان هو موجود في الاكله دي. فيها قيمه غذائيه عاليه، فيها الوان كتيره تاخد العين قبل البق بسم الله ما شاء الله على ريحتها وعلى الجمال والحلاوه بتاعتها. هي كده لوحدها وجبه من غير اي حاجه جنب منها. الف صحه والف هنا على قلوبكم يا ست الكل يا ست الحبايب. اعملي احلى اكله روقان ودلع تبسطي بيها بيتك وعيالك. وما تنسوش الدعوه الحلوه للست بسيطه اللي تكبر الخاطر يجبر بخاطركم ربنا. وما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري وبسيط من مطبخنا البسيط المتواضع، مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. يومكم ونهاركم مليان بالسعاده وبرضا من عند رب العالمين. قولوا امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.